هل بالنسبة لمحترف التجارة الإلكترونية يقدر يحقق مبالغ تتخطى 100,000 دولار شهريا، خصوصا لو كان بارع في التسويق؟ بص، طبعا في الدروب شيبينج الأرقام دي طبيعية وعادية خالص. مش هقولك 100,000 دولار ربح شهريا، بس انت يعني بتقيم أو بيبقى الهدف بتاعك ان انت توصل نت بروفيت بعد كل المصاريف من 10 15% ل20%، يبقى كويس جدا. تعالى نحسبها مع بعض بسرعة. لو مثلا منتج انت بتبيعه ب40 دولار، عشان توصل 100,000 دولار فيها قد ايه؟ فانت تحسب. فلو قسمت ال100,000 دولار على 40 دولار، اللي هو متوسط سعر البيعة الواحدة، هيديك 2500 اوردر في الشهر. ال 2500 اوردر لو قسمتهم على 30 يوم هيديك ايه؟ 83 84 اوردر في اليوم. بس فانت محتاج 84 اوردر في اليوم. لو انت مثلا في دولة زي امريكا اللي فيها 400 مليون واحد عايش هناك، فده رقم لا يذكر، خصوصا لو انت شغال في حاجة مثلا الناس كلها بتستخدمها، زي مثلا البيتس، الحيوانات، منتجات الصحة والتجميل، الأدوات المنزلية، الحاجات دي ناس كتيرة جدا هناك بتستخدمها. فانت لو قدمت لهم حلول او قدمت لهم منتج بيحل مشكلة معينة هيشتروها طبعا. انا الحمد لله يعني كنا بنتعدى الرقم ده كبير، واحنا شغالين في نيش صغير جدا 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 بالنسبة للسوق الامريكي. فتوكل على الله واشتغل، ومهم تتعلم كويس، ومهم تعمل شغل يعني تشتغل صح، وبعد كده فكر في الارقام الكبيرة ان شاء الله.